يا جدعان انا بكرهها. مفيش فرقه تعبها ان هي تخرج من ريال مدريد في الابطال، وش كده يعني فاهم؟ عشان بس الناس ايه ما تحكمش ايه ان يقول لك ده مدرب وحش دي فرقه، لا ده ريال مدريد يا جدعان. فيعني سيد الكره الاوروبيه، ما احنا هنسكت كلنا بنتفرج عليه ونحاول نستمتع بالكوره. انت لو بتشجع فرقه تانية غير ريال مدريد وبقى وبتتضايق فانت ايه، هتتعب وهيجيلك المرض. يعني نصيحه، استمتع بالكوره اللي بيقدمها ريال مدريد وما تتحزقش قوي يعني لو انت مش بتشجع ريال. جدعان يا جدعان يا جدعان، قسما بالله اقسم بالله، اللي بيعمله ريال مدريد في دوري الابطال دوت ما هو الا ايه، الا سكريبت واخراج وسيناريو. دوت مش مطوشه، دي مش مطوشه كوره، دي افلام هوليوديه، ده مسلسلات هوليوديه، ده نتفليكس. انت بتتفرج على نتفليكس، عارف انت مثلا لما بتتفرج على ايه فيلم او مسلسل وبعدين الفيلم يبتدي او المسلسل يبتدي وتلاقي بقى ايه ان في بطل وفي بطل تاني بس شرير، والمسلسل بيبتدي او الفيلم بيبتدي وبعد كده تلاقي ان البطل الشرير بيأذي في البطل الطيب، والمسلسل بقى وانت عمال متأزم، وفي الاخر كده في اخر لقطه في المسلسل تلاقي ان الخير بقى والبطل الكويس هو اللي كسب. مدريد في الابطال بيقدر يمشي بالسيناريو والسكريبت ده والله سكريبت. مدريد في اخر 10 سنين مش بيقدم كوره، هو بيقدم حاجه بعد الكوره، هو بيقدم كوره بطريقه هوليوديه سينمائيه نتفليكسيه. حط بص اي حاجه فيها سينما واخراج وتمثيل وسكريبت حط فيها ريال مدريد، لان اللي بيحصل دوت قسما بالله مش طبيعي. واقسم بالله مش عايز اقول ممكن ما حدش تاني يقدر يعمل نفس السيناريوهات ديت، او في فرقه في العالم تقدر تعمل السيناريوهات ديت، عشان ما فيش فرقه في العالم ولو بعد حين هتعمل السيناريوهات اللي ريال مدريد بيعملها. ريال مدريد بيعمل حاجه ابعد من الكوره. قياده الشامخ على راي المدريديستا، يعني الشامخ بريز والعراب، العراب بتاع ريال مدريد الحديث كارلو انشيلوتي. الراجل دوت عمل حاجه في كره القدم وعمل حاجه مع ريال مدريد، اللي هو انت ازاي محفوظ قوي كده، وازاي اللي انت بتعمله كل مره مع كل الانديه بمختلف الانديه برضه بينفع معاهم. يعني انت مفيش واحد في القهوه او في واحد في الكافيه اللي هو بيتفرج فيه على ريال مدريد مش عارف التغييرات اللي عملها كارلو انشيلوتي، وعارف التغييرات اللي عملها كارلو انشيلوتي في الدقيقه كام، بقت كلها محفوظه. يعني انا ممكن اقولها لك من كتر ما انا شفتها. يعني انا تقريبا ايه، كارلو انشيلوتي بيخلينا نذاكر ريال مدريد، اللي هو بص انت دلوقتي هتلاقي عندك تشاوميني هيطلع وهينزل مكانه كامافينجا، وهتلاقي عندك رودريجو هينزل مكانه خسرله، وهتلاقي عندك كروس هينزل مكانه مودريتش، هتلاقي عندك مش عارف لاعب بيلعب فيه كده وينزل مكانه ابراهيم دياز. اللي هم الاربع تبديلات دول هم اللي محفوظين. الفرق كلها بتاعت اوروبا تما كلها عارفه التغييرات دي، وفي الاخر كارلو انشيلوتي برضه بيعملها بنفس الدقيقه. يعني مثلا خسرله هتلاقيه بينزل في الدقيقه 80، كامافينجا مثلا هتلاقيه بينزل في الدقيقه حاجه و60 او في ايه اوائل السبعينات، بعديه بخمس دقايق تلاقي مثلا ايه كروس يطلع ومودريتش ينزل، وفي نفس مثلا بعديها بثلاث دقايق مثلا في الدقيقه 75 تلاقي دياز نزل. انت كنت عارف اللعيبه هتتغير امتى، وعارف مين اللعيبه اللي هتتغير اصلا، فاهم؟ الانديه كلها اوروبا كل العالم كله عارف ان دوت اللي هيحصل، في الاخر برضه بينزلوا بيقلبوا النتيجه. اللي هو ازاي؟ مش ما حد يجي يفهمني يا جدعان عشان عقلي يشت مني. وطبعا زي ما احنا عارفين ان انت عندك في كل مسلسل وكل فيلم لازم يبقى فيه بطل. تمام، البطل اللي موجود النهارده كان معانا خوسيلو، الراجل نزل في اخر تقريبا 10 دقايق جاب جونين في دقيقتين وخلص الماتش وقال لك بص بقى انا السوبر هيرو بتاع المره دي. يعني فاهم؟ يعني الاول في اول السيزون كان بلينجهام، دلوقتي بقى اللي ختمها خوسيلو. ففي تجدد برضه عشان الملل، عشان لو تتفرج على الفيلم او المسلسل ما تملش، او يعني سوري عشان انت تتفرج على ريال مدريد ما تملش. عشان نعطي كل ذي حق حقه فلازم برضه اقول ان فينيسيوس عمل ماتش كبير فشخ، بس هو مش عشان جامد فشخ، هو يعني احنا عارفين ان هو جامد تمام، بس انت كنت بتلعب على مين؟ على واحد بيلعب في مكان مش مكانه. كيميتش الراجل دوت في الباك ما ينفعش ب 3 جنيه. الراجل دوت تاريخه كبير فشخ عن كرة القدم وفي لعيبة خط نص كرة القدم، ولكن انت اما حطيته في المركز دوت الراجل ده تهان وتاريخه الكبير فشخ دوت انت يعني مرمطت بيه الارض. فانت فينيسيوس تألق بسبب ضعف كيميش في مركز الباك. كانت بالنسبه لي حركه غريبه جدا من توخل ان توخل برضه مصمم يلعب فيه في المركز دوت. يا حبيبي الراجل اتقش اكتر من اربع خمس مرات في نفس يعني فينيسيوس اكل عليه عيش. انا هجيبها لك بالطريقه، فينيسيوس اكل عليه عيش. انت برضه مصمم تحطه في نفس المكان، ما تشيله من نفس المكان، رجعه يا عم في خط النص وهات مزراوي مكانه، رجع مزراوي مكانه ونزل ديفيس برضه مكان. يعني اعدل التشكيله اعدل الفرقه. انت كنت مصمم لحد ما يعني ربنا كرمه معاك ونوير صد لك كام كوره و ها
بخصوص نوير بس يعني. نوير الراجل دوت كبير فشخ في حر يعني مهما قلت عليه انا اكيد مش هوصفه. يعني الراجل تاريخه على مدار سنين، فانا مش هاجي اقول فيه كلمتين لو انا كده ايه بكرمه. ولكن الراجل دوت شالهم طول الماتش وشال كور غريبه. الغلطه اللي هو عملها ديت يعني شيء طبيعي جدا ان هي كانت لازم تحصل، اللي هو ايه، انت هتسقط قدام ريال مدريد. طبيعي يعني، انت عظمة ريال مدريد انت لازم تسقط قدامها. يعني انا مش بطبل لحد، ولكن اي حد فاهم كورة هيعرف ان اللي بقوله دوت اقسم بالله العظيم ما تطبيل، ودوت فعلا الحقيقي. نوير سقط امام عظمة ريال مدريد في دوري الابطال، يعني دي اعتقد شيء ما تعبوش. يعني انت راجل كبير، راجل ليك تاريخ في الكورة، فما يعيبكش ان انت تسقط قدام ريال مدريد. بقى بالنسبه لتوخيل، فانا عايز اقول ان توخيل، ان انت مش مدرب وحش، وان توخيل مدرب كبير فشخ ومدرب ذكي جدا. فما تقولش بقى عشان هو وقع قدام ريال مدريد في عز وجبروت ريال مدريد فتقول ان الراجل دوت، فتقول ان الراجل دوت وحش. تبقى انت واحد ما بتفهمش. يعني توخيل مدرب تقيل، وعمل ولعب ماتش كبير فشخ، او لعب ماتشين كبار فشخ قدام ريال مدريد، سواء كان في بايرن ميونخ او سواء كان في ريال مدريد او في مدريد يعني في اسبانيا. ولكن ريال مدريد الفتره دي بتاعته محدش هيقدر يهزمها بسهوله. معروفه ان دوري الابطال بيتلعب على ايه، ادق التفاصيل. يعني ادق التفاصيل انت ايه لازم تبقى ايه عامل حسابك فيها. لازم يبقى عندك فرقه كامله. بايرن ما عندهاش فرقه كامله، ما فيش فرقه عندها فرقه كامله. ممكن يبقى بالنسبه لي الفرقه اللي عندها فرقه كامله هي السيتي وريال مدريد، لكن غير كده لا، البايرن ما عندهاش فرقه كامله. فالراجل بيلعب على قد امكانياته، فاهم. انت لعبت على قد امكانياتك ولعبت ماتش كبير فشخ. انت ما غلطتش غير هي غلطه واحده بس او غلطتين. يعني الغلطه الاولانيه اللي واضحه فشخ اللي انا مستغربك فيها، انت كنت ازاي بتلعب بكيميتش في الباك؟ يعني الراجل كان خلاص اتهان شرفه، رجعه. يعني دي اول غلطه. تاني غلطه، تخيل ايه هي، الناس كلها هتقول لي ايه هي تاني غلطه، ان هو طلع هاري كين. انت هاري كين ضيع، انا معاك ان هو ضيع، وكان في كوره هو لو كان جابها كان ممكن الماتش يتقفل. ولكن هاري كين ما يطلعش. انت لو طلعته وكنت نزلت مثلا مدافع انا كنت هقبلها منك، ولكن انت طلعته ونزلت تشوبو موتينج، يعني مهاجم ومهاجم. حتى لو كان هاري كين اتحلب لازم يبقى بيلعب، ولو كنت عاوز تطلعه فكان لازم ينزل مكانه مدافع. التفاصيل الصغننه قوي اللي خلت الماتش يفلت منك، ده من وجهة نظري. لان هاري كين لو كان موجود كان هيعمل ضغط على ريال مدريد وهيخف الضغط من على دفاع بايرن ميونخ. دي الغلطة اللي انت الوحيدة او تاني غلطة انت عملتها في ماتش ريال مدريد. وفي الاخر برضو ما يعيبكش ان انت خرجت من ريال مدريد. يعني انا يعني ده رأيي الشخصي يا جدعان، انا بكرهها. مفيش فرقة تعبها ان هي تخرج من ريال مدريد في الابطال وش كده، يعني فاهم. عشان بس الناس ايه ما تحكمش ايه ان يقول لك ده مدرب وحش دي فرقة، لا ده ريال مدريد يا جدعان. فيعني سيد الكرة الأوروبية، ما احنا هنسكت كلنا بنتفرج عليه ونحاول نستمتع بالكوره. انت لو بتشجع فرقه تانية غير ريال مدريد وبقى وبتتضايق فانت ايه هتتعب وهيجيلك المرض. يعني نصيحه، استمتع بالكوره اللي بيقدمها ريال مدريد وما تتحزقش قوي يعني لو انت مش بتشجع ريال مدريد. وبس كده. واخيرا وليس اخيرا كان معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي سبسكرايب ولا مفعل الجرس على اليوتيوب فانت مش ذكي، فايتك كتير قوي. تعال اشرفني. ها، ولو انت بقى مش عندي على الفيسبوك فانت فايتك كتير قوي 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 قوي. هتلاقي هناك ستوريات، هتلاقي مقالات، هتلاقي بص هتلاقي حاجات كتير قوي هتبسطك. ها